هكلمكم النهارده عن افلام ومسلسلات نزلت السنه دي سنه 2025 وبرشحها لكم ان انتوا تشوفوها، وده هيكون الجزء الثاني من السلسله. كنت عملت الجزء الاول من حلقتين فاتوا، كنت رشحت لكم معظم او بعض الافلام والمسلسلات اللي انا من وجهه نظري الشخصيه شايف ان هي تستحق المشاهده ولازم تشوفوها. واهم حاجه عشان ما اضيعش وقتكم النهارده، ما تنسوش تدعموني وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيهات وتدوسوا لايك على الفيديو عشان ما يفوتكمش كل جديد. يلا بينا ما نضيعش وقت ونخش في الموضوع على طول. واول فيلم حابب اتكلم عليه هو فيلم Final Destination Bloodlines، وهو الجزء السادس من سلسله افلام Final Destination. بعد مرور 14 سنه من الجزء اللي فات اللي هو Final Destination 5، نزل السنه دي سنه 2025 الجزء السادس من السلسله باسم Final Destination Bloodlines. وانا كشخص ما شفتش ولا جزء سابق من نفس السلسله دي، يعني ما شفتش ولا جزء من الافلام الخمسه اللي نزلت للسلسله، وبدات على طول في الجزء السادس. استمتعت جدا جدا بالفيلم ده، عشان كده حابب ان انا ارشحه لكم النهارده. الفيلم بيبدا بطريقه مليانه توتر لما مجموعه من الناس بيتفادوا حادث كارثي كبير في اللحظه الاخيره، وده بفضل تحذير غامض من واحد فيهم في اللحظه الاخيره. كلهم فاكرين ان هم نجوا باعجوبه، لكن الرعب الحقيقي بيبدا لما يكتشفوا ان الموت عمره ما هيسيبهم. الاحداث بتتصاعد لما بيظهر نمط جديد وطريقه جديده من الموت اللي بيبدا يصارعهم خلال احداث الفيلم، وبيبقى واضح ان في لعنه عائليه بتربط المجموعه دي ببعضهم، وكل واحد فيهم بيحاول يهرب من مصيره بشتى الطرق. لكن للاسف اللعبه المميته دي ما بتديش اي فرصه لاي حد. الفيلم مليان مشاهد صادمة وطرق موت جديدة ومبتكرة، وفي لمسة نفسية لما الشخصيات تضطر تواجه قراراتها وماضيها عشان تحاول تفهم القواعد الجديدة للنجاة. Only by embracing death will it pass you by. من الأفلام اللي حابب أتكلم عليها هو فيلم كلاون إن أ كورن فيلدز، وهو فيلم رعب من نوع السلاشرز أو السفاحين والقتلة المتسلسلين، وهو فيلم مستوحى من رواية بنفس الاسم. الأحداث بتحصل في مدينة صغيرة هادية، والمدينة دي عندها تاريخ طويل مع مزارع الذرة اللي بقت زي الرمز الثقافي ليهم. والأحداث بتبدأ لما مهرج شرير قاتل بيبدأ يظهر في المزارع، وبيبدأ سلسلة جرائم دموية. الأبطال مجموعة من الشباب بيحاولوا يكتشفوا مين ورا الأحداث المرعبة دي، بس كل خطوة ليهم بتقربهم للخطر الشديد اللي بيواجههم خلال أحداث الفيلم. الفيلم فيه خليط بين الرعب النفسي والمطاردات اللي تخليك على أعصابك طول الوقت. فيه كمان أجواء كئيبة مع لمسة من الغموض، ده غير الألغاز اللي بتدور حوالين تاريخ المدينة والمهرج الغامض. لو بتحب أفلام الرعب اللي فيها مطاردات في أماكن مظلمة ومعزولة، الفيلم ده ليك وبرشحهولك بقوة. طبعا النصيحة اللي اقدر اقولها لك في الفيلم ده ان انت ما تركزش اطلاقا مع التمثيل بتاع الممثلين، لان في نوعية الافلام دي بصفة عامة بيكون التمثيل مش احسن حاجة، تقدر تقول التمثيل عليه متوسط او افريج الى حد ما. فكل اللي اقدر اقوله لك ان انت استمتع بالفيلم جدا بدون رفع سقف طموحاتك. من الحاجات اللي حابب ارشحها لكم في 2025 بقوة هو مسلسل واسمه مسلسل سيفرنس، وهو مسلسل خيال علمي من نفس نوعية مسلسل بلاك ميرور. يعني الناس اللي بتحب مسلسل بلاك ميرور برشح لهم المسلسل ده بقوة. الفكرة نفسها تخليك تشتري اول بس ما تسمع القصة. تخيل ان شغلك وحياتك الشخصية منفصلين تماما عن بعض، يعني لما تدخل الشغل مفيش اي ذكريات عن حياتك بره، ولما تخرج من الشغل ما تفتكرش ولا ذكرى حصلت داخل الشغل، ولا حتى ذكرى واحدة. الفكرة دي بتتنفذ عن طريق عملية جراحية أو شريحة بتتركب في الدماغ اسمها سيفرنس، بتفصل عقلك لنسختين، نسخة للشغل ونسخة لحياتك العادية. مارك البطل بيشتغل في شركة اسمها لومن، وهي شركة غامضة بتقدم التقنية دي للموظفين. بيشتغل في الشركة دي عشان فقد زوجته في حادث مأساوي، فقرر ان هو يشتغل في الشركة دي عشان يفصل بين حياته العملية وحياته العادية. حياته بتنقلب للمرة التانية لما واحد من زملائه بيختفي فجأة، وده بيخليه يشك في اللي الشركة بتعمله.
ومع الوقت مارك وزملائه بيكتشفوا أحداث غريبة داخل الشركة وممارسات داخل الشركة بتعملها بدون وهم يعرفوا. المسلسل ده بيوضح مثال أو أبسط مثال لفكرة ممكن أي حد ينصحك بيها، إن أنت لازم تفصل بين حياتك العملية وحياتك العادية، أو بمعنى أصح ما تخليش الضغوطات اللي في حياتك العملية تأثر على حياتك العادية، والعكس صحيح. فالمسلسل ده هيبين لنا الفكرة المجنونة اللي أكيد كلنا نفسنا تتطبق في حياتنا، وخصوصا الناس المضغوطين في شغلهم، وهنشوف هل الفكرة دي فعلا تستحق التجربة ولا لأ. المسلسل ده برشحه بقوة للناس اللي محتاجة أفكار جديدة، أو شايفة إن الأفكار اللي بتتقدم في الأفلام والمسلسلات الجديدة اليومين دول تعتبر أفكار متشابهة أو اتعملت قبل كده كتير. حابب أقول للناس دي شوفوا المسلسل ده. المسلسل هيخلينا نسأل أسئلة زي إيه سر الشركة دي، وليه بيعملوا كده، وإيه طبيعة شغلهم، ومين المالكين للشركة، وهدفهم إيه. المسلسل هيبدأ يفتح باب للأسئلة المنطقية اللي هتشوقك للمسلسل حلقة بعد حلقة، وهتخليك تجر حلقة بعد حلقة في المسلسل لحد ما يجاوب لك في الآخر على 90% من الأسئلة اللي بتدور في دماغك. Nor will I retain work memories. Hey! Sorry, when I return home at the end of the day. المسلسل ده يا جماعة فيه حلقات تعتبر هي بتاريخ مسلسلات كبيرة بدون أي مبالغة. حابب أكرر تاني يا جماعة، المسلسل ده بجد فيه حلقات تعتبر بتاريخ مسلسلات كبيرة. كفاية بس الحلقة الأخيرة اللي حصلت في الموسم الثاني دي تخليك حرفيا ما تندمش ولا لحظة إن أنت كملت أحداث المسلسل العظيم ده. ولكن طبعا مفيش أي مسلسل هيخلى من العيوب. تقدر تقول إن العيوب اللي في المسلسل ده بتتمثل إن في بعض الحلقات اللي تعتبر فيها مط إلى حد ما، أو في بالأخص 3 حلقات في الموسم الأول تقدر تقول إن هما كانوا ممكن يتعملوا في حلقة واحدة، والأحداث اللي فيهم تتعمل في حلقة واحدة. وكذلك الموسم الثاني برضه. الجزء الأول نزل في 2022 من 9 حلقات، والجزء الثاني نزل السنة دي في 2025 من 11 حلقة. فحابب أوجه لك نصيحة إن أنت لما تعدي عليك الحلقات اللي تقدر تقول عليها إن في مط أو نوعا ما من المط، أو مفيش أحداث كتير بتحصل في الحلقة، لا لازم تكمل المسلسل وتديله فرصة. المسلسل بيتعرض على أبل تي في، وده بيضمن لك أفضل تجربة بصرية ممكن تشوفها. مكاتب الشركة مصممة بأسلوب بسيط جدا مع إضاءة بيضاء تخلي المكان كأنه خارج الزمن. كل حاجة حواليهم بتدي إيحاء بالتكرار والرتابة طول الوقت. الحياة داخل الشركة منظمة ومثالية، لكن فيها برودة تخلي الواحد يحس بعدم الراحة. في المقابل العالم الخارجي مليان تفاصيل فوضوية وإنسانية. أعتقد إن هيكون في جزء ثالث يرد على 10%، لأني قلت إن 90% من الأسئلة اتجاوب عليها ومتبقي حوالي 10% بس. فأعتقد إن هيبقى في جزء ثالث هيعملوه الفترة الجاية هيرد على بقية الأسئلة دي. مع إن أنا شخصيا لو كنت تسألني هل تتمنى إن يبقى في جزء ثالث، أحب أقول لك لأ. كنت حابب إن المسلسل ما يبقاش فيه نوعا من المط في الأحداث، وكانوا يجاوبوا على كل الأسئلة اللي إحنا بنسألها في الموسمين الموجودين فقط. الممثلين في المسلسل ده يعتبر مش مشهورين خالص، ويعتبر ان هم مثلوا في افلام او مسلسلات مش مشهورة خالص، ولكن بالرغم كده اديلهم 10/10 بجدارة وامتياز على ادائهم التمثيلي. الموسيقى التصويرية ممتازة سواء في الباك جراوند او المقدمة، اللي انا بالمناسبة عمري ما تخطيتها اطلاقا خلال احداث المسلسل. اجمالا المسلسل قوي جدا وانصحكم بيه بشدة، وحاول ان انت تكون مركز في كل تفصيلة في المسلسل عشان ما يفوتكمش اي حاجة. Here's what they say. I used to think it would take a monster to put someone in a place like that office. Especially if the person was himself. وبس كده، دي تكون نهاية حلقتنا. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني وتشترك في القناة وتفعل زر جرس التنبيهات وتدوس لايك على الفيديو عشان ما يفوتكمش كل جديد. كان معاكم محمد العايدي، سلام عليكم.